اذا بغيتي تحمر وجهك مع الضياف ما عليك غير تتبع هذا الفيديو اللي غنعطيك فيه الطريقه والمقادير باش تحضري هذا الفلان اللي خيالي في المذاق. السمك ديالو كيجي عالي وكيجي عاقد، اما المنظر يمكن لكم تزوقوه بديكشي اللي عندكم وديكشي اللي متواجد في داركم. انا اكتفيت نزوقه هنايا غير باللوز. يمكن لكم تعملوا المهلبيه، يمكن لكم تعمروه بالفروطه، اي حاجه. المهم هو المذاق ديالو كيفاش كيجي خطير خطير للغايه. المهم بلا ما تعكزي او تقول ما عنديش المقادير او لا ما فيا، لا، هذا الفلان عيجعلك انك تنوض وتشري المقادير وتتحمس انك تجربه، حيث كيجي الصراحه خطير في المذاق ديالو. المهم ندوزو المقادير والطريقه اللي غنحضروا بها هذا الفلان. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا الكريمه، عندي الفلان تشينو والفلان كراميل. بالنسبه للفلان اذا بغيتوا تعملوا غير تشينو كتعملوا 4 تشينو وكتستغناو على اخر، ماشي مشكل انكم يعني تعملوا غير تشينو. المهم هنايا السكر انا كنعمل غير 3 المعالق د السكر، ومن بعد غنعمل هنايا الفلان كيف ما كتشوفوا. المهم كما قلت لكم غنخوي الفلان والكريمه ومن بعد غنخلطهم مع السكر مزيان حتى كيذوب ديك الفلان ما كيبقاش بديك الحبيبات. صافي غنخلطهم مزيان. وهانتوما مع الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والتعليق مزيون فحالكم. وطبعا فضلا وليس امرا كنبغي نشكركم واحد بواحد، وكنشكر خوتي المغاربه فيما كانوا داخل وخارج الوطن، والناس اللي في الدول العربيه كنشكركم واحد بواحد على الدعم ديالكم وعلى التعاليق الرائعه ديالكم. المهم هنايا كما شفتوا دابا باقا كنخوي هنايا الفلان. كنتمنى الفيديو يكون يعني فيه افاده واستفاده لكم، واي استفسار واي حاجه ما فهمتوها شي خليوها لي في التعاليق انا غنجاوبكم. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديو اول مره كنقول لكم مرحبا بكم في قناه سهيله الشماليه. ما عليكم غير تفعلوا الجرس باش توصلوا في كل جديد، يعني اي فيديو جديد حطيته كتوصلوا به. المهم اخوتي والناس طبعا اللي هنايا مشاركين معايا كنقول لهم الدار داركم وانتم موالين الخير، شكرا لكم. هنا كنوريكم هولالا ولا كريمه شمن، يعني عندي هنايا 200 مليلتر فيها كنظن 4 يطرو. صافي غنخويها حتى هي وغنخلط هاد العناصر مزيان مع بعضهم. وهانتوما مع الفيديو ما تمشيو فاين. غنخلط ونرجع معكم. صافي هنا من بعد ما خلط داكشي مع بعضو ودابو، يعني داب السكر وداب ديك الفلان ما بقاش هيداك كما قلت لكم. صافي غنضيف الحليب. بالنسبه للحليب عاد نحتاجو لتر د الحليب، وإلا بغيتو تضاعفوا الكميه كتضاعفوا المقادير اللي كاينين. المهم انا هنايا اكتفيت بيطرو د الحليب. صافي غنضيف الحليب. وهانتوما مع الفيديو. بغيت الناس اللي كيتفرجوا فيا وكيتبعوني يقولوا لي شمن مدينه كيتبعوني اولا شمن دوله كيتبعوني منا، واش هو اللي مشهوره بها البلاد ديالهم. وإلا بغيتوني نشارك معكم اي حاجه كتبوها لي في التعاليق على الراس والعين. المهم اخوتي كما قلت لكم فضلا وليس امرا بارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش كدعم الفائده وكل شيء كيستفاد. وهذا هو الرجاء منكم والفضل منكم. وبلا بكم انتم الصراحه ما كنتش نوصل لهذا الشيء اللي وصلت انا ليلو. وصلت له بالدعم ديالكم والمتابعه ديالكم، كنشكركم جزيل الشكر. هنايا كما كتشوفوا عملت الفلان على البوطه. كتبقاو تحركوه من الوقت للوقت باش ما كيطيح لكمش فين القاع ويتحرق، حيت خصكم تبقاو دابا وساعه تحركوا في الفلان حتى كيبدا يغلي، وعاد ديك الساعه كتوقفوا التحريك. هنايا غندوز نعمل الكراميل. انا كنعملو في الدار. عندي هنا 3 المعالق د السكر، وهذه المقله عندي مختصه يعني للكراميل. صافي غنخليه هنا يذوب، ما كتضيفوا له لا ما لا حتى شي حاجه، غير السكر كيبقى يذوب حتى كيعطينا ديك اللون ديال الكراميل. صافي هنا غنعملها في الطاسه اللي غنعمل فيها الفلان كما كتشوفوا، يعني طريقه سهله وبسيطه بلا ما نصعبوا علينا الامور. اولا مثلا ما عندناش الكراميل في الدار نقولوا لا حنا ما عندناش الكراميل بلا ما نعملوه، نوجدوها اختي في الدار ونحضروا بهذا الفلان اللي غيفرح وليداتكم. وصراحه كيجي واعر واعر بزاف. المهم هنا يبدا كيغلي الفلان، غنخويه هنايا في هذه الطاسه ونخليه يبرد، ومن بعد غندخلوه للثلاجه باش يزيد يعقد.
وهانتوما معايا ملي غنخرجو من الثلاجه غنوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. وما دمتيو فاين استناوني حتى نرجع معكم. هنايا ملي خرجته من الثلاجة دخلته تقريبا بقى 4 ساعات في الثلاجة، وعاد خرجته كما كتشوفوا عاقد شابر في راسو. المهم هنايا غنخويه في الطبسيل اللي غنقدمو فيه باش ما يلصق لكمش، يعني ملي تجيو تقلبوه حاولوا انكم الجوانب ديالو تعوطوهم هيدا بهاد المعلقه باش ما كيبقاش ملتصق في الطاسه اللي عملتوه فيها. صافي دابا غنعملو في الطبسيل اللي قلت لكم غنقدموه فيه. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ويعجبكم، وتا انا نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. واي ملاحظه واي استفسار مرحبا بكم، خليوها لي في التعاليق كما قلت لكم. وهذا هو الفلان اللي وجدت معكم اليوم، الصراحه كيشهي. هنايا زينته باللوز، وكما سبق لي وقلت لكم في التقديم طريقة التزيين كتبقى طريقة اختيارية، وأي حاجة عندكم بغيتو تزينوا بها زينوا بها. كيبقى يعني كل واحد والفن ديالو والإبداع ديالو في التزيين. وصافي هذا كان فيديو اليوم، كنتمنى تكون قضيتوا معايا وقت مزيون واستفدتوا في هذا الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي فراسكم، ونتلاقاو فيديوهات جديدة، وبسلام عليكم.